جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك إيه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها إيه يا عبده؟ عبده قال له: أنا مش فاهم لحد دلوقتي أنت قصدك إيه بالظبط. أنا بتكلم إلى ربات البيوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني كتير 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 والله العظيم من الفيديو اللي فات. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير وفي هنا وسعادة وصحة وسلامة. يعني اقول لكم اول حاجة تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وكل اللي دخل جديد عندي ربنا يبارك له ويكبر بخاطره يا رب ويعده بزيارة بيت ربنا، بزيارة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. أوعدنا جميعا يا رب بزيارة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا هنا ده يعني أنا عملت كيكة في الفيديو بتاع النهاردة. كيكة صاحبة الحاجة جابت لي الحاجة كلها وقالت لي ايه اعملها لي، أنا عايزاها من ايدك. هي دقيتها من ايدي قبل كده كم مرة وكانت دقيقها قريب، فقررت بقى جابت الحاجة هي وقالت ايه خدي اعمليها. جابت لي الدقيق، جابت لي الزبدة، جابت لي الزيت، جابت لي السكر، البيض، يعني جابت كل حاجة. معيار الكيكة كلنا عارفينه 3 كوبايات دقيق، كوبايتين حليب، اللهم صل على محمد، نص زبدة على زيت مادة دهنية، 3 بيضات. البيض ده بقى اختياري دلوقتي، في ناس ممكن تحط بيضتين 2، في ناس تحط 3، في ناس تحط 4 على حسب ايه اللي محتاجك لحاجة. انا بحط 3، 1 بيكنج باودر ومعلقة ايه لا معلش 1 كيك شيف ومعلقة ايه بيكنج باودر، و2 فانيليا وخل وذرة الملح وايه ومعلقة فروتي بالبرتقال. حلو كده، صلوا على النبي. هي جابت لي الحاجات، كانت طبعا مزودة في الحاجات، جابة كيلو لبن، جابة كيلو دقيق صراحة، يعني جايبة الحاجة زيادة، فانا رجعت لها الحاجة ما عدا اللبن. يعني بقيت حاجتها مع الكيكة ما عدا اللبن. جبت كل السوائل حطيتها في شفشق الخلاط، اللي هي البيض والزيت، وضربتهم كويس ومعاهم الفانيليا، وبعد كده نزلت بالزيت والحليب وضربته كويس جدا جدا، وحطيت معلقة خل، حطيته في البولة، وكنت النخلة دي مرتين 2، وحطيت عليهم بيكنج باودر وكيك شيف وذرة الملح بتاعة المعجنات، ونزلت بنص الخليط بنص الدقيق على الخليط، ورجعت نزلت بنص التاني واضرب كويس. والمضرب ده طلع وحش جدا 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 فعلا. انا كنت سمعته عند حد بيقول عليه وحش، قلت لا ده هو جميل، لان كنت في الاول كنت اول ما جبته كده وكنت حباه جدا، بس فعلا هو عندي بقاله يجي سنة اهوت، عصلج مني وبخزن حاجات زي ميه كده في قلبه، او ما بنضافش من قلبي، يعني معنى اصح. حاولت فيه كتير، فتقريبا اتركن. يعني انا الفيديو ده عاملاه من زمان، يعني مش عاملاه امبارح ولا عاملاه الاسبوع اللي فات، انا عاملاه بقالي يجي قرب تقريبا 20 يوم. المهم 3 بيضات هنيجي نحسبهم ب10 جنيه، 3 كوبايات دقيق، جايبين نص كيلو، كيلو دلوقتي ب18، يعني دول ب9 جنيه، يبقى كده 19 جنيه. 1 كيك شيف
3 جنيه، يبقى كده 22. الزيت مع السمنة نص كوباية ديت تقدير كده تجيب لها 10 جنيه، وممكن اصلا اكتر من كده، يبقى كده 33. الفانيليا ب2 جنيه، يبقى 35. سيبنا من الخل والملح والغاز. عندك كوبايتين لبن اللي هو نص كيلو، دلوقتي 7 جنيه ونص، يعني 40 جنيه. كيكة دلوقتي تكلف يعني ممكن زيادة كمان، يعني 45 جنيه، خليها 45 جنيه. قبل كده كنا بنجيبها، يعني من يوم ما كنت بعمل يعني بعمل صينية ما شاء الله، صاج كيكة كبيرة أو صينية كيكة، ما كانتش بتكلف 10 جنيه. وكنت بنجيب كل حاجة من برا برضو. دلوقتي الله المستعان. المهم انا عملت واحدة وبسيني قالت انا اعمل واحدة، قلت لها ماشي. قلت لها اتكلمي، اتكسفت، فمش مشكلة، قالت المرة الجاية. بالنسبة للمشترك اللي كان محطوط دلوقتي انا بحطه بس، في حد كان قال لي عليه، اخ غالي اخ عزيز قال لي الكهرباء وكده، فانا لا انا بحطه بس عشان الرينج لايت، او الكادر اللي احنا بنحط عليه تليفون، البتاع اللي بنصور عليه يعني الحامل يعني، وبشيله تاني يعني في ساعتها في ساعة التصوير، وبشيله تاني. شكرا جدا لخوفك علينا. هنا ده للتلات كوبايات، 3 كوبايات دقيق. حشت نص الدقيق، نص كوباية، حشت نص كوباية دقيق وحطيته مكانهم نص كوباية نشا. بس انا بتوريك انه في تحت الدقيق وفوق النشا. دي كانت الكهرباء قطعت، الدنيا ضلمت بس كنا بنحاول ان احنا ننور شوية عشان نعرف نصور. هي الكيكة طالعة جميلة جدا جدا. انا كنا عاملين كيكة اللي هي صاحبتها جابتها، وكنا عاملينها لحد تاني يعني، مش لحد جايب لنا الحاجة، لا ده احنا كنا هنديها لحد. في حد برضو عايزها مننا، عايزة مني والله. واحدة قالت لي يعني ساعة ما اعملها اقول لكم يمين اللي قال عليها، طلبها مني بقالها يجي اكتر من شهرين والله، بس بقى معلش الظروف واللخمة وكده يعني، فان شاء الله اعملها لها واديها لها في اسرع وقت، ويمكن نعملها لها قدامكم برضو كده المهم قلبت وهتحطها بنعمل اللحية جامد قبل ما نحطها في البوتاجاز، بنحطها تحت، بعلي من تحتها شوية، واحطها بالظبط 25 من 25 دقيقة ل30 دقيقة، واطلعها واحطها تحت الشواية. ما شاء الله جميلة وخفيفة وهشة، يعني نايتي يعني. تستاهل بقك والله، يعني ما شاء الله. انا بحب ان احنا ننشفها، لونها بيتغير من الجناب، بس انا بحب انشفها صراحة. واشوفكم فيديو كتير. يا اغلى اخوات في الدنيا، توحشوني قوي من الفيديو ده للفيديو الجاي باذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله ورعايته. مع السلامة يا احلى اخوات. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس.